مساء الخير، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاك دكتور احمد عادل عطله، استشاري نساء وتقدير ادراك وتاخر الانجاب. احنا كان معايا حاله اللي هي عندها سقوط في عنق الرحم، وعندها سقوط في المثانه، وكمان عندها سقوط في المستقيم. حاله جميله جدا جدا جدا. اتعمل لها حاجه اسمها فترجيل، خلصنا الموضوع وظبطنا الدنيا الحمد لله، وشلنا الجزء اللي كان زايد من السيرفكس اللي هو عنق الرحم، بس مش هنشكر طبعا لان كان عنق الرحم طويل جدا جدا، بلس ان كان فيه مالتيبل فايبرويدز، فاحنا في واحد من ضمن الارام الليفيه كان اكسسبل بالنسبه لنا او ممكن نوصل له، عملنا له ازاله اثناء المانوفر ده. وهوريكم الفيديو بتاع البارز دلوقتي قدامنا، هنشوفها ستيب باي ستيب. وطبعا السيرفكس عشان كان طويل جدا جدا، فدي من الحالات اللي احنا احتاجنا ان احنا نعمل ديسكشن ونشيل السيرفكس على اكتر من مره، شلناه على 3 مراحل تقريبا، او شلنا اجزاء منه، يعني ما شلناهوش كله، شلنا اجزاء منه على 3 مرات. تمام، يعني شلنا جزء من السيرفكس على 3 مرات. كان لونج سيرفكس. الحاله جميله جدا الحمد لله، البيشنت مستقره، وعملنا تصليح كمان للجزء بتاع الريكتوم من ورا، بحيث ان هو ما يحصلش عندها بعد كده شويه مشاكل، او ما يحصلش عندها بعد كده اي مشاكل ان شاء الله. حاله جميله جدا جدا. I hope you will have so much fun enjoying watching البارتس، وانا هوريك دلوقتي الاجزاء اللي موجوده كلها ستيب باي ستيب. يعني اصلا طبعا لازم بعد الاوبريشن دي بنشيل جزء من redundant parts of the vagina، في جزء من المهبل، او هنقول المنطقه بتاعت مدخل المهبل. الفاجينا بنشيل جزء منها عشان خاطر بيكون فيها بعد ما بنشيل جزء من السيرفكس بيتبقى طبعا جزء من الفاجينا وقتها موجود، فبيبقى فيه ريدندنسي، فبنشيل الجزء الزائد ده بحيث يبقى الموضوع تحت شكله تجميلي كجزء من كاوبريشن تجميل نسائيه. يعني احنا بنخلي الموضوع مش بس مجرد ان هي اوبريشن مهمه او مانوفر مهم عشان خاطر نعالج بيه مشكله بتعاني منها الست فيما يخص موضوع التبول وغيره، لان كان عندها مشكله رهيبه جدا في موضوع الارجنسي فور ميتيوريشن، بتدخل الحمام بشكل مش طبيعي، وفي بين كمان اثناء دخول الحمام. ونفس الكلام بينطبق برضه على الديفيكيشن، على التبرز. فالموضوع كان محتاج يعني، بس انا الجزء الاخير ده طبعا ما نشيلش خاطر دي، ونحافظ على الشكل الجمالي اللي موجود في الاخر بعد اجراء هذه الجراحه. ده جزء من السيرفكس اللي كان موجود احنا شلناه، وده جزء تاني من السيرفكس كان موجود احنا شلناه، وده جزء ثالث. الحتتين اللي موجودين دول عندنا، ده يعتبر جزء من الفاجينا موجوده جوه عشان ما يبقاش فيه ريدندنسي، لان احنا بعد ما بنشيل السيرفكس بيتبقى جزء زي ما تقول هنقول جزء مترهل من المدخل بتاع المهبل، فاحنا بنشيل الجزئيه دي عشان تبقى الموضوع شكله لطيف بالنسبه لنا شويه. واخيرا زي ما شايفين في فايبرويدز موجوده حجمهم صغير خالص، مش يعني مش كبار قوي، دول كانوا موجودين في السيرفكس واحنا شلناهم برده بالمره، بحيث ان احنا نبقى ضامنين ان ما يحصلش منهم مشاكل بعد كده. دي كانت اوبريشن لطيفه جدا جدا جدا، وان شاء الله يعني stay tuned for much more videos، واتمنى لكم جميعا الصحه والسعاده ان شاء الله.